احنا في مدرسة محمد فريد في جنوب سيناء. جينا علشان ننظف الزبالة اللي على الأرض. لقينا إن المدرسة محتاجة تتنظف من حاجات تانية كتير قبل ما نبتدي نفكر أصلا في الزبالة اللي على الأرض. عزيزي المشاهد، أسفة إن أنا في هذا التقرير ممكن أكون محتدة بعض الشيء، لكن لما تتفرج على باقي التقرير ممكن تعذرني. المدرسة اللي احنا رحناها واللي هتشوفوها دي المباني بتاعتها احلى من مدارس كتير في القاهرة، لكن تفيد بايه المباني لو الانسان اللي جوه المبنى ما اتبناش كويس؟ انت تعال. ب نون كاف الف ه ه مربوطة. انت في اولى اعدادي؟ طيب استهجالي كده كلمة جمهورية. جمهورية. جيم ميم يه ألف ر. سينة سين يه يه مربوطة. انت في سنة كام؟ 6. بتعرف تحسب كويس؟ لا ما أولى إعدادي ما أخذنا حساب خالص. أنا بعرف. انت بتعرف تحسب كويس؟ طيب احسب لي 30 في 2. 30 في 2 في 32. 33 على 3 فيه الأساس. انت شاطر جدا، برافو عليك. انت سنة كام؟ أولى إعدادي برضه. علشان الطفل يخش اعدادي لازم يكون مر بالابتدائية. ازاي اتسمح للولاد دول انهم يتخطوا المراحل دي في التعليم؟ طب غير كده، الولاد دول معظمهم مواليد الألفية الجديدة، جيل الكمبيوتر. في المدرسة كان في كمسات وشلون. تعالوا نشوف أوضة الكمبيوتر. غرفة مغلقة ببابين حديد، أكيد جوه في أجهزة غالية جدا، أو تكون الأوضة ما اتفتحتش بقالها كتير. يبقى عاوزين 29 كمبيوتر عشان كل تلميذ يقعد عليه كمبيوتر يتعلم عليه. عندكم مدرسين يدرسوا الكمبيوتر؟ مدرسين هم دلوقتي قاعدين بيعملوا ايه؟ نعم قاعدين بيعملوا ايه؟ في حاسب آلي تاني وإيه على الكمبيوتر نظري مش عملي. نرجع لموضوعنا اللي احنا جينا اصلا المدرسة علشانه، النظافة. اول حاجة الواحد بيحتاجها في النظافة ايه؟ دلوقتي الحمامات بيبقاش فيها مية؟ يعني في جراكن كده عند الحنفية كده مليانة مية، لما نخش الحمام نكب مية ورانا. مفيش مية ومفيش نظافة، يعني مفيش صحة. قول لي ان هي دي الصيدلية بتاعت المدرسة بحالها. المدرسة ايه الدوايين اللي انا نفسي اعرف ايه الدوايين اللي موجودين دول بقى؟ ده الدوايين دول جابتهم ايه؟ جابهم التأمين الصحي. كان جانا اي ايام حكاية الانفلونزا الخنازير لعلاج بعض حالات امراض الكبد والامساك المزمن. ده مضاد للحموضة. قولوا لي كلمة لا. لام ألف. تعليق. يه عين لام قاف. دينا ابو الفضل الجندي، القاهرة اليوم. لا 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 ده يتقال فيها كلام قبيح. انا كنت عايز اقول كلمة قبيحة قوي وانا بسمع. مش عارفين جمهورية ولا سينا؟ طيب يستهجى المحافظة اللي هو فيها. ده ايه الكفر ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوه في الناس ده؟ تعليم ايه؟ فلوس ايه اللي انتوا بتصرفها على المجانية؟ مين ده؟ ايه المدرسة دي؟ ايه التعليم ده؟ الواد مش عارف 2 في 30 بكام؟ قال لها 32. ايه يا جماعة ده؟ ايه الوساخة دي؟ جراكن ميه ويرش بعد ما يخش الحمام. ايه القرف ده؟ وايه الدوايين اللي هم بتاع حموضه، وقال لك هو ده اللي ده جاب لو واحد الخنازير. اتفتح دماغه لا في شاش ولا قطن ولا يعني. ايه ده؟ هي دي ضرايبنا؟ هي دي الضرايب اللي احنا بندفعها؟ هو ده التعليم المجاني اللي انتوا بتقولوا لنا عليه؟ هو ده التعليم اللي بيوصل لكل الناس؟ دعم هي ايه؟ دي التلاميذ اللي هتطلع وهتتعلم وهتخش الجامعه وهو في اعدادي مش عارف حتى يستهجى؟ جمهوريه او سينا. لا سين نون ه مربوطه. لا وفي اولى اعدادي مش عارف ايه، مش عارف يكتب البلد اللي هو فيها. انا شايف ان دينا غلطانه. دينا كان لازم تختبر الاساتذه اللي بيعلموا الطلبه دول، وهتلاقيهم برضه. هو في اساتذه؟ ما هو استنى احنا بس. مفيش حاجه. وهتلاقيهم برضه مش عارفين يقولوا كلمه جمهوريه. لا شفت انت الكمبيوتر؟ هو فين الكمبيوتر؟ الكمبيوتر بيتعلم نظري، والاوضه مقفوله بس عشان ده طبعا داخل يا جماعه
هدر ملايين الملايين. دول هيطلع منهم زويل، دول هيطلع منهم البرادعي، دول هيطلع منهم عمر الشريف، دول هيطلع منهم نجيب محفوظ، دول هيطلع منهم ايه؟ الراجل ده اما ياخد ثانويه عامه فرصه ونجح ازاي؟ بينجحوا ازاي؟ طبعا انتوا عارفين بينجحوا ازاي. ايه ده؟ انتوا مش عايزين تعليم، ده انتوا عايزين معجزه. انتوا عايزين يد الهيه تروح كده يعني ترفع يعني ربنا بايده يرفع المدرسه. لا هينفع فيها لا تعليم ولا نيل خالص. افرقوها، ادوها الناس تسكن فيه. وهي جيت على المدرسه دي بس؟ ما في مدارس. انا مش عمرو جيت على المدرسه دي تعال اتفرج، ده في اساتذه بيجيبهم مش مصدقين نفسهم. يا دكتور فين ايام الكتاب؟ ده كان الكتاب احسن. عملوا قلوبها الشيخ كتاكيت. محمد والشيخ ابراهيم والشيخ عبد الباسط. طه حسين خليج كتاب. مش ممكن يا جماعه، مش ممكن يا جماعه. وفين النظافه وفين المدرسه وفين الناظر اللي كان بيتكلم؟ ما هو ده الناظر. ده سعيد قوي شاف فخور ازاي. لا انت خدت بالك ان قال لك ايه؟ ده الدواء اللي بعته لنا وزاره الصحه عشان انفلونزا الخنازير. وزاره الصحه اللي قعدت يعني واخد بالك قال لك المدارس والنظافه والمش عارف ايه. ايه القدر ده؟ احنا بنصرف فلوسنا عشان تعلموا لي دول الناس دي كده. طب انا هستخدمه في ايه ده؟ مين ده؟ بالظبط. وبعدين مدرسه. هو راح يتعلم ليه؟ مدرسه وبنى ومرتبات وكتب وكراريس مدرسين والسبوره والمدرس عايز واضرب الصيدليه. بص الصيدليه عامله ازاي؟ ايه يا جماعه اللي بيحصل؟ يا جماعه دي مصر يا اخوانا، ما ينفعش. وما ينفعش ان احنا نسكت على حاجات زي كده، وما ينفعش تيجوا بعد الكلام ده تقولوا لنا ان التعليم مجاني في مصر وان احنا بنعمل كل حاجه. ايه ده؟ دي كافيه تشيل حكومه. والله احنا لو في بلد بيحترم شعبه صح، هذا التقرير يكفي انه يشيل حكومه. لا بس وزير التربيه والتعليم الجديد ان شاء الله بقول لك انا ماليش دعوه باللي فات. لا ده هديه بقى لوزير التربيه والتعليم الجديد. لا هيقول لك حاسبوني على 10 سنين الجايه. اللي فات لا. طب نحاسب مين على ده؟ انا عايز حد يطلع في الحكومه ويقولوا لنا نحاسب مين على ده. لا ما هو اصل الوزير القديم مشي واللي قبليه مشي. عمرو انا عندي الضغط والسكر يا عمرو. اللي قبليه مشي. انا عندي الضغط والسكر يا عمرو. يعني ما ينفعش يا عمرو. لا انا عندي الضغط بجد يا عمرو. انا عايز اعرف هذه الاموال التي ندفعها بتدفع ليه في الحاجات دي؟ ايه ليه بترموا فلوسنا في السيفون؟ انت خدت بالك ان مفيش ولا تلميذ شايل شنطه ولا معاه كتاب؟ وكتاب ليه؟ شفت الكتب اللي مرميه على الارض؟ يعني انت شايفه متعلم قوي؟ هو الكتاب ده يبقى متعلم، هو يشيل كتاب ليه؟ يعني ما اشياء. وبعدين برضو ايه، هيجي حد انا عارف بكره يقابلني يقول لي يا اخي صوره مصر لازم اجيب له انا مدرسه انترناشونال. شايف الواد ده اللي قال لها جمهوريه فقال جيم قلت خير، اما قالت له جمهوريه قال جيم قلت يا رب، قال جيم وبعدين ميم يا عيني يا ولا. فكرني محمد صبحي في المسرحيه بتاعت وجهه نظر، قالت له نون او ب. فاكر عبله كامل؟ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. قالت له بسم الله زي ما تكون كده الف، فقال لها جيم فقلت يا ولا نبغه العقد. ميم قلت يا عيني. قال له ايه؟ جمهوريه. هو عنده حاجه في ايه؟ هو ايدخ. جميو على طول. جميو دخل على جمي قبل اله كمان. لا وبعدين الواد اللي وراه بيقول له ده اللي قال له بقى 2 في ال30 بكام؟ عشان كده الموازنه بتاعتنا بايظه. احنا كل ما نيجي نضرب 2 في 30 بتدي 32 فيفتكروا الفلوس بتكفي. بس هي 2 في 30 ب90 او ب99 ونص و9 من 10. والبلد بلدنا والدفتر دفترنا. انا جالي اكتئاب. طيب انا جالي اكتئاب. الفقره القادمه عندنا ضيف للاسف يعني قعدنا قدامه وعملنا حاجات غريبه جدا. الاستاذ مارتن دي المتحدث الرسمي باسم الحكومه البريطانيه، واكيد ممكن حمدي النهارده يتكلم معاه في حاجه ليها علاقه بالباسبورات او الموضوع اللي حصل ده، ممكن يكون عنده اي معلومات عن هذا الموضوع. زي ما قلنا هنتكلم عن الدعم، زي ما انتم شايفين الدعم بيصل الى مستحقيه بشكل واضح، وفلوسكم اللي انتوا بتدفعوها للضرايب بتجيب نتيجه.
يعني هذه الاموال التي تدفع للضرائب كل سنه جايبه نتيجه كبيره. لسه شايفينها دلوقتي النتيجه بتاعتها جامده جدا. لو بتتطور ولسه يعني وبعدين دول اعداديه ان شاء الله ان شاء الله في ثالثه اعدادي هيبقوا. دكتور طلعت مطاوع عضو مجلس الشعب عضو لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس الشعب حزب وطني، دكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره، النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب، الاستاذ محمود العسقلاني رئيس حركه مواطنون ضد الغلاء. عايز اسيب حضراتكم ممكن اطلب حاجه من الكنترول نعيد التقرير ده تاني؟ النبي معلش يعني لاول مره هنعملها في البرنامج. لاول مره هنعملها في البرنامج ان احنا هنعيد تقرير مرتين. انا شايف ان احنا نطبعه على سي دي ونبعته هديه للحكومه. لا ما الحكومه شافوه. لا نبعته ايه لكل المسؤولين في الحكومه، عايزهم يشوفوه دايما. لا بس انت كده واخد بالك؟ هيجي يقول لك انك بتسوق صوره المجتمع لا انا عايز ابعته له هو، وابعت له كمبرورر من الكمبرورات اللي هم جابوهم دلوقتي في المدرسه دول، اقول له خد الكمبرورر ده قدامك وشغل عليه السي دي ده عشان تنبسط. فانا بس كنت حابب ان احنا نقدر ان احنا نذيع التقرير ده مره تانية.